قلت لكم هنا ان الاهلي هيعمل حدوته ويقول لك واشمعنى الزمالك. الناس كانت فاكراني بهزر من اول امبارح وانا بقول بيان الاهلي ده فيه سطرين غامضين جدا، وقلت لكم ده معناه ان اعلان مبكر من الاهلي ان هو مش هيشارك في بطوله النخبه او كاس النخبه اللي هي السوبر بشكله الجديد. 4 انديه. ليه؟ الاربع انديه دول قالك بطل الدوري، بطل الكاس، بطل كاس الرابطه، والنادي الرابع بتختاروا الرابطه مع الشركه الراعيه. مين اكتر ناس هتهم الشركه الراعيه والرابطه والناس المنظمين واحنا كلنا انهم يشاركوا؟ اهلي وزمالك. يعني وانت مغمض الشعبيه والاثاره والقوه بصراحه يعني نختلف نتفق في حاجه في مليون حاجه، لكن ما حدش هيختلف ويتفق انه الاثنين لما بيشاركوا في ايفنت واحد طبعا الجماهيريه ضخمه جدا وعظيمه جدا. فالاهلي قلت لكم بيلمح، فبدا امبارح بقى فعلا اتحاد الكوره وصلوا الكلام الحق امسك. بدات المصادر المسؤوله اللي انا ما اعرفش هي مين، اول ما بقرا كده يقول لك مصدر مسؤول تحس ان في اشباح حواليك. قال لك مصدر مسؤول بيقول ايه بقى؟ هقول لكم بالنص التصريح، لانه تصريح يعني ايه، شد شويه واخدته كده الجلاله اللي قاله. قال لك اتحاد الكوره نقطتين، مصدر مسؤول يعني، اسقطنا عقوبه الزمالك في السوبر ومن حقه او من حقه المشاركه في البطوله المستحدثه. ايه المستحدثه؟ اللي هي كانت سوبر من ماتش واحد بقت اسمها النخبه. ليه؟ اللي طلع التصريح ده مصدر المسؤول اللي هو بيسرب الكلام ده قصده انه يا عم انت السوبر حاجه لله حد اسمها نخبه، ما تدقش بقى، ده موضوع تاني خالص. الاهلي قال لك تسميها نخبه، تسميها سوبر، تسميها ذكي، مش هلعب لو الزمالك لعب. ليه يا اهلي؟ لانه ده مفترض منسحب او معتذر، طبق عليه العقوبه بتاعت اللائحه. يعني ايه ما تطبقش العقوبه؟ طب ما انا جاي بطوله بقى، ما هنسحب انا كمان اي نادي ما دام ما فيش عقوبات. والاهلي ايه؟ قافش في الموضوع ده وضارب دماغه. لا، لغايه قام عمل ايه بقى اتحاد الكوره؟ الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره قام مدينا بقى حته تصريح. وانا قلت امبارح انا عندي الحل، وقلت بهزر يعني قلت وانا بهزر انا بقى عندي حته حل لاتحاد الكوره. قول يا شبانه يعملوا بطولتين، واحده السوبر العادي اللي هي بالماتش واحد ودي اللي يوقفوا فيها الزمالك، واحده تانية بتاعه النخبه ودي اللي يسيبوا فيها الزمالك. عادي يعني، والدنيا تمشي ومحدش بيدق عندنا قوي في القصص دي. والله انا قلت كده عادي يعني. واذ بيا الاقي تصريح للدكتور ايهاب الكومي في نفس الاتجاه ده. ايه يا عم؟ قال لك احنا مين قال ان احنا رفعنا العقوبه عن نادي الزمالك؟ امال ايه يا فندم؟ لا 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 لا, لا. غير صحيح يا فندم. العقوبه موجود ازاي يا فندم؟ ده قال لك طب ازاي بقى العقوبه موجوده؟ قال لك هنلعب البطولتين اهو، وانا بكلمكم التصريح قدامي اهو، لم نسقط العقوبه عن الزمالك. الموسم الجاي نلعب بطولتين، محدش يزعل خالص، انا مش عايزين حد يزعل. بطوله بتاعه الماتش الواحد تقليديه، ودي اللي هيتحاسب هيتعاقب فيها الزمالك، بس لما يبقى يوصل لها. ما الماتش الواحد دي بتبقى من بطل الدوري وبطل الكاس. لما الزمالك يا سيدي ياخد الكاس، افرض ما خدش الكاس استنى السنه الجايه اللي بعدها لما ياخد واحده من الاثنين، مفيش مشكله. والبطوله الثانيه بتاعت الاربع فرق النخبه، ودي من حق الزمالك يشارك فيها اذا اختاروه او اذا كسب الكاس. صح ولا غلط؟ فما حدش يتضايق، لا الاهلي يتضايق ولا الزمالك يتضايق ولا انت تتضايق ولا الرابطه تتضايق ولا اتحاد الكوره تتضايق ولا الشركه الراعيه ولا حد يتضايق. ما فيش مشكله، عندنا وقت عادي يعني ايه المشكله يعني؟ هنضغط 16 اسبوع زياده في الدوري، ايه يعني؟ الدوري بدل ما يخلص في شهر 8 يخلص في شهر 12، ايه يعني؟ عادي يعني. هيبقى عندنا 2 سوبر، حتى في ازمه في السوبر.
اه والله هنبقى المكان الوحيد، الاتحاد الوحيد اللي عنده 2 سوبر. العالم كله سوبر واحد، اما من 4 فرق زي اسبانيا بيلعبوا السوبر في السعوديه، او زي ايطاليا برضه هتعمل الموسم ده كده 4 فرق في السعوديه، مش في السعوديه يعني 4 فرق، او من ماتش واحد زي انجلترا مثلا، زي فرنسا، زي المانيا، من ماتش واحد كاس السوبر. احنا عندنا الاثنين، هيبقى عندنا الاثنين، وده هيبقى الحل وساعتها الاهلي مش وفعلا الاهلي مش هيبقى ليه حجه. الوقت ليك حجه، ننفذ اللائحه، اوكي هننفذ اللائحه على ايه؟ البطوله بتاعت الماتش الواحد، ولما يوصل لها الزمالك، افرض الزمالك خسر الكاس السنه دي، هيلعب النخبه، ها، والاهلي مش عارف يتكلم لانه ما وصلش اصلا لدي عشان يتعاقب مثلا كده يعني. حد ليه شوق في حاجه؟ كان في زمان فيلم كده لمحمود عبد العزيز، الله يرحمه بقى، فاكرين الفيلم ده؟ حد ليه شوق في حاجه؟ كان اسمه ايه؟ ابراهيم الابيض. ايوه ابراهيم الابيض ده. حد ليه شوق في حاجه؟ كان في زمان حدوته كده يقول لك ايه، ما اعرفش، في ايد المسمار عند الحداد، والحداد عايز منشار، والمنشار عند النجار، والنجار عايز مسمار. فاكرين انتوا واحنا صغيرين الحواديت دي والقصص دي؟ يعني كان هدفها التطويل. ويقول ده بمناسبة من يومين، من شهرين او من 3، القصة بتاعت كهربا والانضباط الشهيرة، القصة الشهيرة، وراح الموضوع للجنة التظلمات، والاهلي اتظلم، وبعدين الاهلي فاجئنا بالقضاء الاداري، والتظلمات اضطرت المستشار عادل الشربجي انه ما يبتش في القضيه، لانه القضاء الاداري ربما يحكم بعدم قانونيه تشكيل لجنه الانضباط، لان هي ما جاتش بقرار جمعيه عموميه، وهتبقى قراراتها كلها باطله، مبني على باطل فهو باطل، فما يقدرش ياخد قرار. تحسبا لذلك الاهلي ماطل شويه في القضاء الاداري، لعب كهربا كاس السوبر اللي كان في الامارات، والزمالك كسب كاس الكرامه. فاكرين القصه بتاعت القصه القديمه دي؟ وكمل كهربا، وكمل الاهلي في القضاء الاداري، والمستشار عادل الشرباجي عامل الهولد، وقف الموضوع، واشتغلنا على كده. فجاه الاهلي عمل بيان قال لك يا عم انا متنازل على القضيه، يلا بقى احكموا. فالتظلمات قال لك مش هحكم برضه، لازم القاضي في محكمة القضاء الإداري يقبل تنازل الأهلي. القاضي أجل شهر، وأجل تاني شهر، وصدر أخيرا الحكم من 3 أيام. حلو كده، قلنا بس الحكم هيصدر من هنا، الناس هتجري وتجيب بقى القضايا والبتاع وتنجز القصة دي. انما المسمار عند الحداد، والحداد عايز معرفش ايه، وده النجار، والنجار عنده عايز منشار. الحكم وصل اول امبارح اتحاد الكوره اخذ نفسا عميقا، ثم مضوا على الورقه انها تتحول للجنه التظلمات، ثم الراجل اللي بيحول للجنه الموظف قال لك يا عم انا مش قادر امشي اروح لغايه اللجنه الاوضه اللي جنبي، خليها بكره اللي هو النهارده، فهيحولها للجنه النهارده، فاللجنه مش موجوده، فهيجي لها تليفون ان جالك ورقه، فاحنا جمعه وسبت اجازه، ويوم الاحد نشوف الورقه دي نعمل فيها ايه. السيد المستشار عادل الشرباجي هيبص على الورق ويبتدي يستدعي اعضاء اللجنه عشان تجتمع، يكون ماتش الداخليه اتلعب وخلصنا يوم الاحد مع الاهلي، والاتنين يبتدي يشوف القصه، وهيجيب بقى الورق ويجيب اللوائح ويشوف الانضباط استندت على ايه في ال 12 مباراه، ويشوف ردود اللعيب كانت ايه، وطلبات الاهلي كانت ايه. والاهلي قال لك روح عايزين نجيب حد بتاع صوتيات ومرئيات علشان نسمع نشوف الواد قال الكلام ده ولا لا، تتاكدوا، وتخش بقى يوم في التاني في التالت في الرابع، مش قبل اخر الاسبوع الجاي ممكن يكون ماتش المصري كمان اتلعب في الكاس، معرفش، الله اعلم، محدش يفهمني صح، الله اعلم. وممكن يصدر القرار قبل ماتش المصري، الله اعلم، ده اذا الاهلي كسب الداخليه يوم الاحد يعني. لكن مسالته انه يلعب الداخليه دي مضمونه، مفيش حاجه قبل يوم الاحد.
الاجتماع يتم، يناقشوا، يخلوها بقى 12 مباراة، ينزلوا 10، لا خليها 8، خليها 6، خليها 4، الغي. من حق هذه اللجنة ان تدي القرار المناسب من وجهة نظرها. حلو كده. ادي قصة مين؟ كهربا. وخد بالك كهربا في قصته فيه ثلاث تظلمات، مش يعني كهربا او 4 تظلمات كمان. كهربا مقدم تظلم، الاهلي كمان مقدم تظلم لان الاهلي عليه غرامه، خد بالك، على جمهوره. كمان الاهلي مقدم تظلم على عقوبه رئيس نادي الزمالك، لان في العقوبه برضه عوقب رئيس نادي الزمالك بغرامه وايقاف، مش عارف 3 شهور ولا كام. ورئيس نادي الزمالك مقدم هو كمان تظلم على عقوبته. فالموضوع يعني هياخد مننا كام يوم، يعني شويه وقت. فكده كده في اكتر من تظلم هتناقشها لجنه التظلمات، المستشار عادل الشربجي والساده المستشارين اللي موجودين معاه.